جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن. عندي أخ قريب ابن عمي وقع له حادث صعب جدا، حادث سيارة، هو وزوجته وأولاده ماتوا واحترقوا داخل السيارة رحمهم الله تبارك وتعالى. فذهبنا إلى المقبرة لندفنه، فكان أخو هذا الذي مات يبكي بكاء شديدا على أخيه، فجئت وجلست بجانبه واسمه أحمد والذي توفي اسمه خالد. فقلت لأحمد: السلام عليكم. إلى الآن لا أذكر هل رد علي السلام أو لا، لأنه كان منهمكا في البكاء. فقلت له: هل تظن أن خالد مات قبل يومه؟ التفت لي قال: نعم. قلت: خالد هل مات قبل يومه؟ قال: لا. قلت: يعني كتب الله أن يموت في هذا اليوم؟ قال: نعم. قلت: وبهذه الطريقة؟ قال: نعم. قلت: ومعه زوجته وأولاده؟ وأنا أكلمه الدمع بدأ إيش؟ يتوقف. قلت: ومعه زوجته وأولاده؟ قال: نعم. قلت: إذن كل شيء مكتوب؟ قال: نعم. قلت: إذن هو لا يحتاج إلى بكائك، وإنما يحتاج إلى دعائك. فرفع يديه وبدأ يدعو له وتوقف عن البكاء. الإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان، يريح الإنسان فعلا.